اشرف حكيمي بالعين قبل اي حاجه في الدنيا، قبل اي ارقام، قبل اي احصائيات، بالعين المجرده انت شايف لعيب الفتره الحاليه هي اعلى فتره في تاريخه. يعني اعلى من ريال مدريد، اعلى من دورتموند، اعلى من منتخب المغرب كاس العالم، اعلى من اولمبياد. راجل عنده ارقام بلاي ميكر، ارقام جناح، ارقام مهاجم مع باريس سان جيرمان الفتره الاخيره. النجاح الدولي، واصل اولمبياد، واحد من اهم نجوم منتخب المغرب. فين المعيار؟ فين المعيار؟ انت يعني على اي اساس؟ طيب هي كاس الامم او بلاش كاس، هو الانجاز الوطني مع المنتخب ولا مستواك على مدار العام مع الانديه؟ اشرف حكيمي عامل مستويات عظيمه جدا جدا. اشرف حكيمي في افضل مستوى في مسيرته في الموسم الحالي، مساهم في 9 اهداف في 12 مباراه، ارقام وينج مش ارقام باك. طبعا عامل مستويات عظيمه مع باريس سان جيرمان، كان له دور مؤثر وكبير جدا جدا في تتويج المنتخب المغربي بالميداليه التاريخيه، وكان هو الليدر بتاع المجموعه اللي معظمها مواهب شابه. فده امر غريب جدا جدا. يعني انت النهارده انا مش فاهم الحقيقه، انا مش فاهم. السلام عليكم اصدقاء، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غتشوفوا فيه جنون وانهيار الاعلام المصري بسبب عدم تتويج المغربي اشرف حكيمي بجائزه الكره الذهبيه لسنه 2024، الكره الذهبيه الافريقيه. الاعلام التونسي او عفوا الاعلام المصري غادي يجن الجنون ديالو، لانهم كيعترفوا تيقولوا على المباشر بان اشرف حكيمي هو اللاعب الافريقي الوحيد الذي يستحق جائزه الكره الذهبيه سنه 2024 وبدون منازع. علاش؟ لان اشرف حكيمي عنده ارقام مهاجمين واجنحه وما عندهمش ارقام ديال الاسيستات، صناعه الفرص، الاهداف، مهاجمين وما عندهمش الارقام ديال اشرف حكيمي اللي كيتعتبر هو افضل ظهير ايمن في العالم حاليا. المهم الاخوان، غنخليكم تسمعوا شنو يقول الاعلام المصري على سرقه الكره الذهبيه الافريقيه من اشرف حكيمي. ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، خلوا لي الاراء ديالكم حول هذا الموضوع في قناه التعليقات. مقوله انه المغرب تسيطر على الكاف انتهت النهارده. ليه؟ لأنه حفل كبير طويل عريض مقام في المغرب دون جائزة واحدة مغربيا، سواء أحسن لعيب شاب، أحسن لعيب في أفريقيا، أحسن نادي، أحسن أي حاجة. المغرب بره السباق. والحقيقة إنه مفيش أي منطق في الدنيا يجعل فوز لوكمان على حساب أشرف حكيمي منطقيا أو جائز. ليه؟ أشرف حكيمي بالعين قبل أي حاجة في الدنيا، قبل أي أرقام، قبل أي إحصائيات، بالعين المجردة انت شايف لعيب الفترة الحالية هي اعلى فترة في تاريخه. يعني اعلى من ريال مدريد، اعلى من دورتموند، اعلى من منتخب المغرب كاس العالم، اعلى من اولمبياد. راجل عنده ارقام بلاي ميكر، ارقام جناح، ارقام مهاجم مع باريس سان جيرمان الفترة الاخيرة. النجاح الدولي، واصل اولمبياد، واحد من اهم نجوم منتخب المغرب. لوكمان مع كبر الاحترام والتقدير، معجزة اتلانتا، شيء ممتاز جدا جدا في الكرة الاوروبية في يوروبا ليج. الوصول للنهائي الخاص بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب متماسك صلب، مش هو اللي تقل الميزان بالنسبة للمنتخب النيجيري، بل إنه حكيمي الناحية الثانية مع منتخب المغرب تقل منتخب المغرب جدا في الأولمبياد مع سفيان رحيمي، وفي نفس الوقت مع باريس سان جيرمان كان عنصر قوة لا يستهان به بأي حال من الأحوال، وكان على وشك الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة اللي فاتت. فلا يوجد أي منطق ولا يوجد أي سلطة موجودة تقدر إنها تغير من الامور. المعايير هنتكلم فيها مع دكتور طارق الادور بعد شويه، لكن المقوله الخاصه بانه المغرب تسيطر على كل شيء دي مساله انتهت في الوقت الحالي، وبالتالي الموضوع هنا يبدو موضوع واضح لكل الناس. اللي جاي في الكاف غير اللي فات. طبعا ده لا يعفي انه المغرب مع فرق السيدات في جوائز بالنسبه لفرق السيدات، لكن بتكلم على الحاجات الاساسيه، الحاجات المهمه، الحاجات اللي ليها علاقه افضل لعيب، افضل لعيب ناشئ، افضل نادي. دي حاجات بتكلم فيها. المغرب خدت افضل لاعيبه شابه تقريبا في السيدات، دي الجوائز اللي المغرب خدتها. يعني المغربيه ضحى المدني خدت جائزه من الجوائز، لاعبه الجيش الملكي. افضل حكمه برضو جت مغربيه. يعني في الكره النسائيه خدوا شويه جوائز، لكن فيما يتعلق بالحاجات التقيله الموجوده المغرب كانت بره هذه القصه. زي ما قلت انه ارقام حكيمي قدام لوكمان الامور صعبه وصعبه جدا، علشان كده المسائل تبدو بعض الشيء بالنسبه لي على الاقل هي غير مستحقه بالنسبه للوكمان، بل انه حكيمي كان يستحق هذا الامر بدرجه كبيره جدا. طيب دخلت الكاف كصحفي وكاعلام، ماشي، وروني كده الورق بتاع احسن لعيبه في افريقيا وبتاع، ما كانوش بقى ايه مقفلين زي دلوقتي. ماشي، دخلت وكان اصدقائي جوه وبتاع، وروني احسن لعيبه، يقولوا لي ايه ده خد مش عارف ثالث وده خد رابع.
وقعت في ايدي ورقه النقط، لقيت اللي طلع حاجه والنقط اللي حاسبينها حاجه تانية خالص. سنه كام ده؟ ده كان سنه 2005. 2005. نقط تانية، حاجة تانية خالص. حاطين لك اللي خد نقطتين في قبل اللي واخد 10 نقط ايه يا جماعة ده؟ قالوا لا 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 ده حسبة تانية احنا بنعملها حسبة تانية. ما انا عارف الحسبة وعارف كان زمان ايام دكتور فيكين لما كان في الاتحاد الافريقي كان الوحيد اللي يلم الاصوات ويتبقى على الجهاز بتاعه بس ما يطبعش ورقة. فيقعد يحسب واقول له طب ارجوك قول لي، عمره ما يقول لي. اول ما مشي تاني سنه راحوا في حزب هيص في الاتحاد الافريقي، فما بقوش عارفين يحسبوا ازاي، فوقعوا في اللي انا بقول لك عليه ده. بقت النتيجه حاجه والنقط المحسوبه حاجه تانية خالص. تخيل. بس هل يجوز حاجه زي دي مكمله لحد الوقت الحالي ولا زمن غير الزمن؟ لا بص، دايما بقول اللي ساعات ناس بتقول لك ايه، مش معقول ما تعلنش التصويت. لا، اعلن ان انا من مصر حطيت مين، وفلان من تونس حط مين، وفلان من بوتسوانا. هو هيعلن بتاعت النهارده؟ ايه؟ هيعلن بتاعت النهارده؟ يعلنها لي بقى، ما اعلنهاش، ما هو لسه ما اعلنهاش. كانت بتعلن لغايه شويه سنوات كده فاتت، يقعدوا يعني حتى في السنه ديت بتاعت التجولي اديبايور اتعلنت. فانت بتدي واحد اصلا ما عملش اي حاجه خالص في اوروبا، كان في وقت مميز، لعيب مميز، لكن في السنه دي مفيش. فبتدي لعيب اجنبي. فقرروا ان هم يعملوا لعيب داخل القاره. اللعيب ده يكون بيلعب داخل حدود القاره، حتى لو كان نيجيري بيلعب في الدوري المصري، بوتسواني بيلعب في الدوري الجنوب افريقي، بتاع ده زامبي بيلعب في الدوري بتاع كوت ديفوار. المهم ان هو داخل القاره، فيقوم يدي حافز للعيبه اللي داخل القاره. ولما اتعملت الجائزه دي كان المعيار الاساسي فيها هي بطولات القاريه للانديه اكتر من المنتخبات. بس دي اكتر من المنتخبات ليه؟ لان هي فرصه اللمعان بتاع اللعيب اللي بيلعب داخل القاره ده، انه بيلعب مع ناديه في الدوري ما حدش شايفه، بيلعب مع ناديه في الكاس المحلي ما حدش شايفه، لكن لما يلعب في الشامبيونز ليج او الكونفدراليه لا، الناس شايفاه. بس هنا نقطه برضو، تعال بقى نخش الكاف اووردز، يلا. لان تم الاعلان ان لوكمان هو افضل لاعب في افريقيا رسميا. طبعا الفيديوهات بتتعرض معانا، وطبعا موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم وجياني انفانتينو. اديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا ولاعب اتلانتا المتوج بالسوبر، المتوج انا اسف ببطوله اليوروبا كاب مع اتلانتا، والراجل كان عامل لقاءات ممتازه قدام ريال مدريد في السوبر، ومؤخرا في الشامبيونز ليج ومسجل الهدف الثاني، ومتصدر الدوري الايطالي مع اتلانتا. دي برضو حاجه غريبه جدا. يعني حاجه انا فعلا مش فاهم كاف عايز ايه، ومش فاهم كاف بيفكر ازاي. حلو. احنا اتفقنا ان الشورت ليست او حتى القائمه المبدئيه بتاعت افضل لاعب كانت بناء على كاس الامم الافريقيه بشكل واضح جدا، بشكل يعني غريب ومستفز، انه اختصرت السنه كلها ل 12 شهر في الثلاث اسابيع بتوع كاس الامم الافريقيه. اوكي، يبقى انت بالنسبه لك الانجاز الوطني القاري يجب اي شيء تاني. طب ما اشرف حكيمي قاد منتخب بلده انه ياخد ميداليه اولمبيه تاريخيه. مظبوط. لوكمان فنيا عظيم، عشان برضه نبقى بنتكلم فنيا عظيم، ونجم يوروبا ليج وماشي مع فريقه بشكل عظيم، واتلانتا عامل موسم عظيم جدا، الموسم صح. حتى الجديد، ومنافس بقوه شديده على لقب الدوري الايطالي. مظبوط. لكن هنا فين يعني المعيار؟ فين المعيار؟ انت يعني على اي اساس؟ طيب هي كاس الامم او بلاش كاس، هو الانجاز الوطني مع المنتخب ولا مستواك على مدار العام مع الانديه؟ اشرف حكيمي عامل مستويات عظيمه جدا جدا. اشرف حكيمي في افضل مستوى في مسيرته في الموسم الحالي، مساهم في 9 اهداف في 12 مباراه، ارقام وينج مش ارقام باك. طبعا عامل مستويات عظيمه مع باريس سان جيرمان، كان له دور مؤثر وكبير جدا جدا في تتويج المنتخب المغربي بالميداليه التاريخيه، وكان هو الليدر بتاع المجموعه اللي معظمها مواهب شابه. فده امر غريب جدا جدا. يعني انت النهارده انا مش فاهم الحقيقه، انا مش فاهم. هو لا يعني المعايير مختلفه وما تقدرش تمسكها. يمكن تحديدا موضوع اشرف حكيمي، انا كنت متخيل لو في لعيب مغربي يستحق، فانا كنت اشوف ان سفيان رحيمي بيكون اول اسم، عمل او زي ما انت كنت قلت لي ايوب الكعبي. لكن انا بشوف سفيان بقى لانه كمان هو هداف الاولمبياد وهداف دوري ابطال اسيا، والراجل بيقود فرقته تلعب في انتر كونتيننتال، ولكن في الاخر هي دي المعيار. بالظبط، هو مفيش معيار واضح. وانا مندهش ان الجوائز يا اسلام اتعملت ليه اصلا؟ فكره اختراع الجوائز الفرديه نشأت ليه؟
لاسباب تسويقيه بحته، ان انت النجوم هم عناصر الجذب في كره القدم. أوكي. النهارده بنتكلم ان الاضواء بتروح لمحمد صلاح، بتروح لرونالدو، ميسي. صح. ميسي انتر ميامي بيلعب في كاس العالم للانديه عشان ميسي خاطر مفيش ميسي. لائحه، يعني لم يتاهل بلائحه، مش بطل الدوري بالظبط، الامريكي. بالظبط. لكن فرقه بتلعب في بطوله علشان لعيب نجم هيجذب الاضواء وهيبقى مؤثر جدا. فانا النهارده عشان العالم يهتم بالجوائز بتاعتي، ما انا لازم النجوم هم القيمه بتاعتي. لما يكون جوائز ما فيش فيها محمد صلاح وما فيش فيها اوباميانج وما فيش فيها اوسيمين وما فيش فيها سفيان رحيمي، باي منطق انت عامل الجوائز ليه؟ انت عامل الجوائز ليه وعامل تصويت ليه وعايز تقول للعالم تعالى اتفرج عليا ليه؟ ففي حاجات كتيره جدا جدا بالنسبه لي مش مفهومه، واتمنى الكاف يتداركها لمصلحه كاف على فكره. انا شايف مش كده. بنتحيز لانفسنا، لمصلحه خالص. كاف عشان الجوائز يبقى لها قيمه والناس تتعامل معاها صح. بجديه. شوف لما تم الاعلان عن القوائم المبدئيه ارجع لاهتمام العالم، مفيش اي اهتمام. مظبوط. تخيل لو فيها محمد صلاح ولو فيها النجوم الكبار، مليون لو في فيها المية. ابراهيم دياز اللي متوج بالتشامبيونز مثلاً. ليج مع ريال مدريد، عندك لاعب متوج بالتشامبيونز ليج مع ريال مدريد وعامل سنه عظيمه جدا ومؤثر جدا لما دخل مع منتخب المغرب من اول ثانيه وكانه بيلعب في المغرب بقاله 5 6 7 سنين. عندك نجوم كبار، نجوم العالم بيهتم بيهم، نجوم اخبارهم بتجذب الصحف في انجلترا وفي اسبانيا وفي ايطاليا وفي المانيا. وانت بتعمل قوائم بالشكل ده وبتاخد اختيارات بالشكل ده، لا الموضوع هاخد من كلامك وانت بتقول ميسي موجود والراجل هيلعب في كاس العالم للانديه عشان ميسي. بالظبط. ما اقدرش ما اسالكش عن طيب انا هقول لك الكلام المتداول اللي هو النظريات المؤامره المعتاده اللي موجوده في القصه دي. يشعرون في المغرب بانه المساله فيها نظريه مؤامره، لانه حكيمي قدم موسم ممتاز مع باريس سان جيرمان مع منتخب المغرب في الاولمبيات، وبالتالي لوكمان فوزه عمل حاجات مع اتلانتا سواء يوروبا ليج او الوصول لنهائي كاس الامم، لكن حكيمي كان اتقل. هل تشعر انه موتسيبي او الكاف او حبوا ينسفوا مقوله سيطره المغرب واكتفوا بجوائز بس للسيدات زي ما احنا شفنا وحبوا ينسفوا ده، ولا هي اراء فنيه فقط لا غير؟ لا مش كده بالظبط. في حاجه المعايير، انا قلت لك مين الشريحه اللي بتختار الست جهات دول اللي هم في النهايه بينتهوا بجهتين. كويس. لكن في معايير اساسيه في اختيار اللعيبه، كتير من اللعيبه بيجهل هذه المعايير، فبيجي الجمهور بعد كده بالتبعيه اما بيحس بالظلم اللي وقع على اللعيبه دول، لان في 3 كاتيجوريز للاداء. ماشي. اللي بيتقيم باللعيب. واحد اداؤه مع المنتخب الوطني. ماشي. وفي ناس فاكره ايه، عمل مع النادي وودى وجاب، بينما هو اصلا مع المنتخب ما عملش حاجه. فعشان كده بيخس كتير من النقاط وفي التقييم اذا كان مش مأدي مع المنتخب. يبقى 1 اداؤه مع المنتخب، 2 اداؤه مع النادي في البطولات الدوليه، يعني اداؤه مثلا مع النادي في الشامبيونز ليج الافريقي، الشامبيونز ليج في اوروبا، ايا كان اداء اللاعب مع النادي في الشامبيونز ليج. ثم نمره 3 اداء اللاعب محلي. فكل الدوري والحاجات دي نمره 3. يعني لو هنا الكاف هيدي الافضليه للوكمان اللي خد الجايزه في كاس افريقيا عن الاولمبياد. هل الحسبه كانت كده؟ لا، الاولمبياد خلي بالك ما بتخضعش قوي للقواعد دي. ليه؟ لان تحديد عنصر السن بيخليها ما تتحطش في، يعني هم ما بيحطوش الدوره الاولمبيه في المعايير كتير قوي زي كاس وزي بطولات الانديه. يعني ما يفرقش للكاف ما فعله اشرف حكيمي في الاولمبياد؟ لا مش داخله، يعني مش هي دي اللي عامله فرق كبير. ليها نسبه ولكنها بسيطه. ليه؟ لان الالعاب الاولمبيه تحديد عنصر السن زمان كانت هي البطوله رقم 1 قبل كاس العالم، لكن تحديد عنصر السن بدايه من عام 1988 دوره سول على وجه التحديد، لما قرروا انه يخلوا الاعمار السنيه تحت 23 سنه، خلى ان انت بتقيم لعيبه تحت 23، في لعيبه 3 كبار يخشوا مسموح لهم يخشوا، فما بتبقاش في المعايير قوي. عشان كده هي مش داخله في المعايير لزيزو مثلا، للنني. بس زيزو عشان الفتره نفسها غير الفتره بتاعت حكيمي ولوكمان. يعني فتره التقييم من سبتمبر ليونيو بالظبط، اللي هو افضل لعيب داخل القاره. كان افضل لعيب في افريقيا من يناير لديسمبر. ايوه انا بتكلم مش محسوبه لزيزو، لكن زيزو عنده معايير تانية. مفهوم. وده كانت فيها ظلم كبير. جاي لها دلوقتي، بس انا لسه مركز مع اشرف حكيمي. فانت شايف ان الاولمبياد ما اديتوش اي نقط؟ لا ما اديتوش قوي. فهو اعتمد. المغرب راحت فين؟ طلعت من دور ال16 في كاس زي مصر كده. وربما هذه المعايير هي سبب في ابتعاد لاعب زي صلاح. بس ساعات انت بتقول ايه، فاكر ميسي لما جاب 93 جول في موسم واحد وعلى نهايه السنه
في اليير بقى مش السيزون. كان وصل ل 100 وما اعرفش 105 ولا 106 جول، حاجه خزعبليه. حتى لو ما خدش حاجه مع منتخب الارجنتين ولا ما عملش، بس ده اداء خزعبلي يعني بره كل المقاييس دي. خد بالون دور وقتها وهو ما خدش حاجه. ايوه. انما المعايير التانية بتاعت اداؤه مع المنتخب ثم مع النادي دوليا في البطولات الافريقيه دي بقى اللي خذلت كل الناس في متابعه ما حدث في احسن لاعب داخل القاره. هل انت مقتنع بده ما بين حكيمي ولوكمان؟ مقتنع ان لوكمان استحق عن اشرف حكيمي؟ مش مقتنع، لان البرفورمانس بتاع اشرف حكيمي بشكل عام مع باريس سان جيرمان وفوزه بالدوري معاهم 3 سنين متتاليه وفوزه بالكاس وهو اللي سجل هدف، وايضا تالقه مع المغرب في دوره الالعاب الاولمبيه، ولاول مره فريق عربي بيحصل على ميداليه في دوره الالعاب الاولمبيه. كل المعايير دي انت عايز تضرب بيها عرض الحائط. لوكمان انا كنت بتكلم اثناء الحفل كده بقول ايه، العشرة اللي اختيروا كأول اللي اقتصروا بعد كده الخمسة، أنا مش مالي عيني فيهم غير أشرف حكيمي ولوكمان بس. بس يعني عما تيجي تقول لي سيمون أدينجرا الباقي حاجات محدودة يعني. هتقول لي مثلا طيب. ويليامز أنه يخش في الخمسة. يعني هو حارس مرمى، أحسن حارس يخش في زي ما هو عايز. طب تعالى نروح للحسبة دي، لأن الحسبة دي أنت طرحتها بس بالواي الجديدة. ويليامز طبقا للحسبه اللي انت بتقولها لي بالمنظر ده يستحق يكون هو افضل لاعب داخل القاره، لان ويليامز واخد سوبر ليج افريقي ومع منتخب جنوب افريقيا اللي هو المقياس بقى بتاع الكاف طبقا لوجهه نظرك ثالث كاس وعامل كل حاجه في كاس الامم. ايوه، لا بس في نقطه بقى، المعايير بتاعه احسن لاعب هي اتعملت احسن لاعب داخل القاره ليه؟ اول ما ابتدت المسابقه احسن لاعب داخل القاره ديت كانت السبب الاساسي فيها ان اللعيبه اللي بتلعب جوه قاره افريقيا دي بقت بره البؤره تماما. اما تيجي احسن لعيب بره ده راجل في 2008 ابو تريكه واخد دوري الابطال مع الاهلي، واخد السوبر الافريقي مع الاهلي، واخد دوري وكاس وسوبر مصري، يعني الخمس بطولات المتاحه، وخد مع المنتخب كاس وجايب جول الفوز كل ده، وراحوا مدينها بتاع ايمانويل اديبايور وهو ما عملش حاجه خالص. فكانت ضربه صاعقه ان كل سنه الامور بقى تسويقيه بيحسبوها ازاي. اذا اصدقائي اخوتي العزاز كيف ما تابعتوا معنا، كان هذا هو الكلام الرائع ديال الاعلام المصري اللي بالفعل ما عجبوش الحال واعترف على المباشر بان المغربي اشرف حكيمي هو اللاعب الافريقي الوحيد بدون منازع الذي يستحق جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وبأن الاتحاد الإفريقي ظلم أشرف حكيمي وسرق منه الكرة الذهبية الإفريقية على المباشر. المهم الإخوان بلا ما نطولوا في الفيديو كثار، كنتمنى على أنكم تفعلوا معي بزاف بالضغط على زر لايك باش الفيديو ينتشر وصل كاع المغاربة ويشوفوا شنو كاين ويستمتعوا كذلك بالكلام ديال الإعلام المصري الشقيق اللي صراحة كيدافع على المغاربة بزاف، وأن أشرف حكيمي بلا ما يدافعوا عليه فهو بالفعل يستحق الكرة الذهبية. ماشي كلامي ولا كلام كل كلام واحد آخر، وإنما كلام أكبر المدربين في العالم، لأن أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم بدون منازع، والأرقام ديالو كتحدث عليه. ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس. الآراء ديالكم بكل شفافية، واش أشرف حكيمي يستحق الكرة الذهبية أو أن لقمان هو الأجدر بها؟ الآراء ديالكم في خانة التعليقات. السلام عليكم.